عرفت شنو اللي كيخليك تحسي ديما بالاحباط وتا حاجه ما عجبك في حياتك وكتفقدي الشغف في الحياه؟ هو انك مركزه غالبا على حاجه واحده ومخلياها المصدر والمنبع الوحيد للسعاده ديالك، وديك الحاجه كتبان لك باللي الدنيا كلها كدور غير عليها. وإلا ما كانت ما كاين والو وانتي ما عارفاش باللي عطى الله مصادر وعطى الله طرق اخرى يخليوك تحسي باللي فرحانه ومتفائله في حياتك، من غير ديك الحاجه اللي انتي دايرها العمود الفقري لحياتك. عمرك ما تركزي او لا تعلقي بواحد الحاجه ولا بواحد الشخص وتخليه المنبع الوحيد للسعاده ديالك، حيت ثقي بيا نهار غتفقديها او لا تفقديه غتلقي راسك عرضه لجميع اشكال الاكتئاب والسخط على الحياه. باش تكوني في واحد المساحه مطمئنه اللي تخليك ديما تحسي بالسعاده والرضا، وزعي كاع الاهتمامات ديالك في حياتك ونظمي وقتك على هاد الاهتمامات، وكل حاجه عطيها وقتها. ما تخليش السعاده ديالك تنحصر فقط على حاجه واحده، باش حتى الا ديك الحاجه ما بقاتش تلقاي راسك عندك نافذه اخرى اولا نوافذ اخرى تخليك تفائلي في حياتك. اكيد ما يمكنش تكوني ديما نشطه وفرحانه، ولكن حياتك لابد فيها من اوقات ولحظات اللي تعطي واحد الطعم للروتين الايام ديالك، باش تقدري تستمري في الحياه، وباش تقدري تكوني مستقره ومتوازنه نفسانيا، وباش تقدري كذلك تعيشي التفاصيل اليوميه ديالك بشكل سليم بعيد على السلبيه والتشاؤم. ضروري تحكمي في النفسيه ديالك وما تخليهاش تنزلق لداك المطب ديال القلق والستريس اللي اكيد ما غادي تستافدي منه حتى شي حاجه، من غير كثره الهم وكثره المرض اللي كان من الممكن انك تفاديهم غير بالذكاء ديالك وغير بانك تبدلي حاجه بسيطه في حياتك وفي التعامل ديالك مع الظروف الحياه. ماشي منطقي انك ديما تعيشي مقلقه وديما تعيشي حزينه وما حاملاش راسك وكتضيعي في اجمل فترات حياتك اللي من المفروض انك تعيشي فيها زهره العمر ديالك وتستمتعي فيها بكل دقيقه. كلنا عارفين بلي طبيعه الحياه كتحطنا وكتحكم علينا بشي ظروف اللي ما ضربناش ليهم الحساب نهائيا، لا نفسيا ولا معنويا ولا حتى ماديا، ولكن ضروري وانت كتكافحي تعلمي كيفاش تواجهي الضغوطات اللي في الحياة قبل ما تسبب لك في احتراق نفسي وداخلي ما ليه دواء. عارفة باللي اغلب المشاكل كتكون مادية، وقلة الشيء كتخليك تستسلمي بدون شعور. اللي خاصك تعرفيه باللي فعلا الفلوس ضرورية باش على الاقل تستقري وما تحتاجي لحد، ولكن راهم غير وسيلة من الوسائل الكثيرة اللي كتخليك تحسي بديك سعادة الحياة. والدليل كاين بزاف الناس اللي عندهم فلوس ما تعد ما تحصى وما عندهم حتى شغف في الحياة، وهذا الشيء اكيد غتكوني شفتيه بعينك. اكيد قلة الشيء والمواقف المادية الخايبة اللي كنطيحوا فيهم بعض المرات كيخليونا نفكروا بهذه الطريقة، ولكن علاش ما نفكروش بطريقة ايجابية؟ علاش ما نكونوش ايجابيين وتقولي مثلا الا ربي مازال ما سهلش عليا ودرت الفلوس اللي كنطمح ليهم اكيد شاف باللي فيها خير، واكيد ربي شاف باللي الغنى وكثرة الفلوس ماشي من الصالح ديالي، وربي شاف باللي قدر ندير الفلوس ويزيدوا بيا غير الهلاك. هاد الطريقه غتخليك نسبيا مرتاحه، وفعلا هذا هو الواقع، حتى ربي كيكتب علينا داكشي اللي فيه الخير بالنسبه لينا. اذا اللي بغيتك تعرفيه وتقتنعي به هو انك لما كنتيش راضيه على النعم اللي عندك دابا وقانعه بهم، صعيب بزاف على انك تكوني مرتاحه ومستقره في بالك، ولو ديري لاباس وتوصلي لداك الشيء اللي ديما شاغلك وكطمحي ليه. اول خطوه للسعاده هو انك ترضي بالواقع اللي انت عايشه فيه دابا، واخا شي حاجه ماشي سهله طبعا، ولكن حاولي الوسط والعلاقات ديالك يكونوا مزيانين، حيت اكيد هاد الجوج الا ما كانوش نقيين حياتك ما غتكونش مثاليه، بحكم ان عائلتك واللي دايرين بك كيأثروا على حياتك واخا ما تكونيش حاسه بهذا الشيء. مستحيل تلقاي وحده كابره في واحد الوسط فاسد او العمر بالطاقه السلبيه وناس خايبين تكون اولا صالحه او لا تكون شخصيتها قويه وسليمه في صحتها او لا في تربيتها. ضروري تلقاي باللي شي حاجه عندها ناقصه وحياتها ماشي مثاليه 100%. ومن الحلول الساحره كذلك اللي كتخليك سعيده في حياتك
هي انك تكوني متسامحة وما تكوني حاقدة على حتى شي واحد. عمرك ما تبقاي هزة في قلبك جهة شي حد. هاد الشعور عمره يخليك ترتاحي في الداخل ديالك نهائيا. التسامح من صفات المؤمن الصادق. الا عندك شي مشكل مع شي وحده ولا مع شي طرف من العائله، ما فيها بس جلسي معاه الراس في الراس وناقشي معاه الموضوع بكل صراحه وبكل شفافيه واريحيه. حطي ليه كاع اللي ضرك من جهته. هكا الخواطر غتصفى وهكا غتسامحي معاهم وانتي مرتاحه كل ارتياح. عمرك ما تقهري اولا تكوني سبب في الاذيه ديال شي حد. عمرك ما تخلي شي حد يهز يديه لمحكمه السماء ويدعي عليك. الظلم خايب وربي راه كينصر المظلومين. كوني حقانيه ومسلمه. عمرك ما غتحسي بالراحه وانتي ظالمه. ديري الخير قد ما قديتي في اي مجال وفي اي حاجه كيف ما كانت. ساعدي وصدقي وطوعي. اي حاجه في استطاعتك ديريها وتقدميها ديريها وبدون تردد. ديري الخير ونسيه. كوني اكيده بلي غيجي واحد النهار اللي غيرجع لك فيه بالاضعاف من داكشي اللي قدمتي. علميا تاكد باللي الناس اللي كيقدموا مساعدات لغيرهم عندهم نسبه السعاده مرتفعه بزاف اكثر من الناس العاديين وبنسبه كثيره. كوني ايجابيه وبادري في اي حاجه وديري حوايج جداد اللي تفرحك وتفرح الناس اللي معاك. واخا تكون حوايج بسيطه ماشي مهم. المهم انك ديري شي حاجه في حياتك، الحاجه اللي تخليك مفتخره براسك ولو تكوني في مشاكل كبيره. لازم انك تبقي قويه وايجابيه باش تقدري تواجهيها وتلقاي ليها حل، ماشي تستسلمي وتفشلي وتخليها تسيطر عليك. الحياه في حد ذاتها كلها معارك، وكل معركه خاصك توقفي فيها وتكوني مستعده تواجهي فيها العدو ديالك اللي هو الفشل. ثقي في راسك وتاكدي بلي انت قادره وقاده على المسؤوليه. السعاده واحد الحاجه اللي ضروريه في حياتنا، لازم نبحثوا عليها حيت ما يمكنش تجي هي وتدق علينا. باش تكوني سعيده تحركي، خدمي، تواصلي وتخالطي مع الناس. غيري من الروتين ديالك ودخلي حوايج جديده لحياتك. بعدي من التليفون والمواقع قد ما قديتي. حاولي تكوني انسانه اجتماعيه وخرجي مع ناس نقيين ومحترمين. واخا تخرج غير بوحدك، المهم تبعدي من داك المسبب الاول للاكتئاب اللي هو الانعزال والوحدانيه. تجنبي تاكلي بوحدك. هذه عاده هي خايبه، حيت ملي كتاكلي مع الناس كتحسي بالانسجام والاستقرار النفسي والباطني. ومني تكوني في شي مجمع ما تشوفيش في الناس كيفاش كيشوفوا فيك وانتي كتهضري، وتقلبي كيفاش كيستقبلوا هضرتك وكيفاش كيفكروا فيها. هضري بثقه وما يهمك حتى شي واحد. مادام انك مقتنعه بالفكره ديالك ما يهمك حتى شي واحد. هذا الشيء كيخلق لك غير الشك اللي غادي يمرضك في دماغك. مارسي الرياضه ومارسيها باستمرار وبطريقه منظمه. شربي الماء مزيان، هكا الجسم ديالك كيفرز هرمون السعاده. الجسم ديالك كيخرج كاع السموم اللي فيه. نعسي مزيان والنعاس ديالك ما يكونش قل من 8 السوايع. النعاس واحد الوسيله اللي كنهربوا ليها باش ننساو المشاكل والستريس اليومي اللي ديما حنا فيه. واكيد نهارك ما غاديش يكون مزيان وانتي مرهقه وما شبعاش النعاس. حاولي تنعسي بكري باش تفيقي بكري، هكا غتكوني مشوقه ومتاكده بلي غديري شحال من حاجه في نهارك. استمتعي باللحظه اللي انت فيها وركزي فيها، وما تقلقيش من المستقبل ولا على المستقبل اللي اكيد انت ما غتحكميش فيه. خططي للمستقبل ديالك ما فيها بس، وخططي المستقبل يكون زوين وما تشغليش راسك بحتى شي حاجه من غير هادشي. وتذكري بلي اي حاجه كتوقع في حياتك مكتوبه وربي كتبها عليك قبل ما تزادي. اما كاينلاش تقلقي على واحد الحاجه اللي في يد الخالق الجبار اللي قادر عليك وعلى غيرك.